مواجهات نصف نهائي كأس إفريقيا للفوتسال كرة الصالات المغرب 2024. نحن على موعد مع لقاءين في منتهى القوة والإثارة في لعبة كرة الصالات أو كرة الفوتسال، المغرب ضد ليبيا ومصر ضد أنجولا. السلام عليكم ورحمة الله. متابعة مستمرة للبطولة الإفريقية لكرة الصالات التي تقام حاليا في المغرب. الفرق اللي كانت موجودة 8 منتخبات، 4 في المجموعة الأولى و4 في المجموعة الثانية. المجموعة الأولى اللي كانت بتضم المغرب وأنجولا وغانا وزامبيا. المجموعة دي تصدرها المنتخب المغربي بعد انتهاء دور المجموعات ب9 نقاط وفرق 21 هدف. المنتخب الأنجولي في المركز الثاني 6 نقاط وفرق 8 أهداف. منتخب زامبيا في المركز الثالث 3 نقاط وسالب 13 هدف. ومنتخب غانا في المركز الرابع سالب 16 هدف وصفر من النقاط. تأهل عن المجموعة الأولى في المركز الأول المنتخب المغربي إلى نصف النهائي، وعن المجموعة الأولى في المركز الثاني المنتخب الأنجولي. لو جينا نلقي نظرة عن المجموعة الأولى هنلاقي في 6 مباريات تم إحراز 65 هدف، وأقوى هجوم في هذه المجموعة هو المنتخب المغربي، واقوى هجوم في البطوله ككل سجل 26 هدف. ايضا افضل دفاع في هذه المجموعه والبطوله ككل المنتخب المغربي اللي استقبل 5 اهداف فقط. ايضا اضعف دفاع في هذه المجموعه هو المنتخب الغاني اللي استقبل 24 هدف، واضعف هجوم في هذه المجموعه هو المنتخب الغاني ايضا سجل 8 اهداف فقط. هداف هذه المجموعه وهداف البطوله بشكل عام هو اللاعب سفيان الشراوي. سفيان الشراوي لاعب المنتخب المغربي أحرز 7 أهداف في هذه البطولة في دور المجموعات حتى الآن قبل الدخول لنصف النهائي. ده بالنسبة لنظرة عن المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي كان فيها منتخب مصر ومنتخب ليبيا ومنتخب موريتانيا ومنتخب ناميبيا، انتهت مبارياتها على الترتيب الآتي: مصر في المركز الأول 9 نقاط وفرق 12 هدف. منتخب ليبيا في المركز الثاني 6 نقاط وفرق 3 أهداف. منتخب موريتانيا في المركز الثالث وسالب 1 من فرق الأهداف. ومنتخب ناميبيا في المركز الرابع 0 من النقاط وسالب 14 هدف. تأهل إلى نصف النهائي عن المجموعة الثانية منتخب مصر في المركز الأول ومنتخب ليبيا في المركز الثاني. لو جينا نلقي نفس النظرة على المجموعة الثانية هنلاقي في 6 مباريات تم إحراز 64 هدف. أقوى هجوم في هذه المجموعة هو المنتخب المصري اللي أحرز 21 هدف، وأقوى دفاع أيضا هو المنتخب المصري اللي استقبل 9 أهداف. أضعف خط دفاع في هذه المجموعة منتخب ناميبيا اللي استقبل 26 هدف. أيضا أضعف هجوم هو منتخب ناميبيا أحرز 12 هدف فقط. ده بالنسبة لنظرتنا عن المجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية اللي تأهل إلى نصف النهائي. من المجموعة الأولى المغرب وأنجولا، والمجموعة الثانية منتخب مصر ومنتخب ليبيا، عشان يكون عندنا مواجهتين في نصف النهائي، مواجهتين في منتهى القوة. المواجهتين هيكونوا إن شاء الله اليوم الجمعة 19/4/2024 19 ابريل 2024. المواجهه الاولى هتكون ما بين مصر وانجولا. مصر وانجولا الساعه 5 مساء بتوقيت المغرب، 6 مساء بتوقيت مصر، على ملعب وقاعه الامير مولاي عبد الله بالرباط. وايضا القناه الناقله هي قناه الاتحاد الافريقي لكره القدم على اليوتيوب. الكاف اللي اعلن رسميا نقله لمباراتين نصف نهائي كاس افريقيا للفوتسال. مباراه في منتهى القوه للمنتخب المصري، لازم انه يحذر من المنتخب الانجولي اللي شفنا اداؤه في هذه البطوله اداء قوي، ويعتبر من اقوى المنتخبات في قاره افريقيا في لعبه الفوتسال. وبالتالي وجب على المنتخب المصري اخذ المباراه بجديه منذ الثانيه الاولى حتى الثانيه الاخيره اذا كان يريد المنتخب المصري ورجال المنتخب المصري والكابتن جهاد عرفه الى الوصول الى المباراه النهائيه. لازم يركزوا وياخدوا بالهم من منتخب انجولا، لان اداء المنتخب المصري بصراحه لم يرضيني شخصيا. صحيح المنتخب المصري فاز في ال3 مباريات، صحيح تأهل الى نصف النهائي، ولكن ليس هذا هو اداء المنتخب المصري الذي عاهدناه في السنوات الماضية. وبالتالي كل الدعم والمساندة والتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا المصري كي يصل إلى المباراة النهائية بإذن الله. المباراة الثانية بقى ما بين 2 أشقاء، ما بين 2 إخوات، المغرب وليبيا. على الورق الكل بيرشح المنتخب المغربي بسم الله ما شاء الله لأدائه القوي في السنوات الأخيرة وفي هذه البطولة.
ولكن لا تنسى أن المنتخب الليبي من كبار لعبة الفوتسال، وبالتالي نحن على موعد مع لقاء مهم جدا ومثير جدا وقوي جدا، إن شاء الله نستمتع بيه، واللي يفوز نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك. هنا بتكلم على مباراة المغرب وليبيا. المغرب وليبيا اللي هتكون ايضا الجمعه 19 ابريل 2024 الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب، يعني 9 مساء بتوقيت مصر. ايضا الاتحاد الافريقي على صفحته على قناته على اليوتيوب هينقل المباراه على نفس القاعه، قاعه الامير مولاي عبد الله بالرباط. اللي يفوز من هنا واللي يفوز من هنا هيلعبوا المباراه النهائيه ويكونوا ضمنوا الوصول الى كاس العالم اوزبكستان 2024. المباراه النهائيه اللي هتكون يوم الاحد 21 ابريل 2024 الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب. الخاسر من هنا هيلاعب الخاسر من هنا على المركز الثالث والرابع، والمركز الثالث مهم جدا لانه مؤهل ايضا الى كاس العالم اوزبكستان 2024. المباراه الترتيبيه اللي هتكون ايضا يوم الاحد 21 ابريل ولكن الساعه 5 مساء بتوقيت المغرب. انت هنا بدورك اكتب توقعاتك في التعليقات، مين يروح كاس العالم اوزبكستان، مين يصل الى المباراة النهائية، مين يلعب على الثالث والرابع، مين يفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للفوتسال كرة الصالات المغرب 2024. يلا كله يشارك، لا تنسى لايك للفيديو، اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.